قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. تبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت فاطر السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. يا من عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يا من يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. يا من لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحانك إلهنا عما يقول الكافرون والفاسقون والظالمون علوا كبيرا. يا من يعلم عدد مكاييل البحار وعدد مثاقيل الجبال وعدد ورق الأشجار وعدد قطر الأمطار وعدد ما تعاقب عليه الليل وعدد ما تعاقب عليه الليل والنهار. اللهم لك الحمد بما هديتنا ولك الحمد بما رزقتنا ولك الحمد بما عافيتنا ولك الحمد بما هديتنا. لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة
ولك الحمد على أن بلغتنا رمضان، ولك الحمد على أن بلغتنا آخر رمضان، ولك الحمد على نعمة ختم القرآن. كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وأحسنت معافاتنا، ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا. تم نورك فهديت فلك الحمد، وعظم حلمك فغفرت فلك الحمد، وبسطت يدك فأعطيت فلك الحمد. ربنا وجهك أعظم الوجوه، وجاهك أعظم الجاه، وعطيتك أفضل العطايا وأهناها. تطاع فتشكر، وتعصى فتغفر، وتجيب المضطر، وتكشف الضر، وتغفر الذنب العظيم، وتقبل التوبة، ولا يجزي بآلائك أحد. اللهم لك الحمد أولا، ولك الحمد آخرا، ولك الحمد ظاهرا، ولك الحمد باطنا، لك الحمد شكرا، لك الحمد وترا، لك الحمد شكرا، ولك الحمد وترا، ولا يجزي بآلائك أحد. اللهم لك الحمد السرمد، حمدا لا يحصيه العدد ولا يقطعه الأمد، كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك أن تحمد. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره. سبحانك إلهنا لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل، واجعله شافعا لنا حين العرض عليك. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده، ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل أعمالنا كلها لك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونعوذ بك أن نشرك بك ونحن لا نعلم، ونستغفرك مما نعلم وما لا نعلم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك
وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من القلة، اللهم إنا نعوذ بك من الفقر والذلة، اللهم إنا نعوذ بك أن نظلم أو نظلم، اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل، اللهم إنا نعوذ بك من الجبن والبخل والهرم، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت سيدها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى واعتدى علينا. ربنا اجعلنا لك شكارين، لك ذكارين، لك رهابين، لك مطواعين، لك مخبتين، إليك أواهين منيبين. ربنا تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، وسدد لساننا، واهد قلوبنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم اجعل أحب حبيب لنا طاعتك، وأبغض بغيض إلينا معصيتك، واجعلنا من الذين يسارعون في الخيرات ويدعونك رغبا ورهبا. اللهم لا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين فأصبح من الخاسرين، وفي الآخرة من النادمين. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بالقضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. ربنا اغفر لنا خطايانا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا كله، وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا خطايانا وعمدنا وجهلنا وهزلنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم أعنا على ديننا بدنيانا وعلى آخرتنا بتقوانا.
اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت سيدها ومولاها. اللهم إنا نسألك حبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اعصمنا من فتن الدنيا ووفقنا لما تحب وترضى، ووفقنا للقول الثابت في الدنيا والآخرة. اللهم لا تجعل بيننا وبينك في رزقنا أحدا سواك، واجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك، وهب لنا غنى لا يطغينا وصحة لا تلهينا، وأغننا اللهم عمن أغنيته عنا، واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها، وخير أعمارنا أواخرها، وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا. اللهم إنا نسألك أن تثبتنا على الدين حتى نلقاك. اللهم أزل عنا الغلا والربا، اللهم أزل عنا الوبا والزنا، اللهم اصرف عنا الزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن، يا فارج الهم ويا كاشف الغم ويا مجيب دعوة المضطرين، يا الله يا الله يا مجيب دعوة المضطرين، يا الله فرج همومنا ونفس كروبنا واشف مرضانا وداو جرحانا، ورد بالسلامة مسافرنا، وثبت على دينك مجاهدنا، وثبتنا جميعا على دينك، وتقبل صيامنا وقيامنا، واجعلنا ممن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا فغفرت له ما تقدم من ذنبه. اللهم لا تجعل بيننا ولا فينا شقيا ولا محروما. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم أنزل عليهم عافيتك، واجعل ما أصابهم رفعة في درجاتهم وتكفيرا لسيئاتهم. اللهم ألبسهم لباس الصحة والعافية كي يذكروك كثيرا ويسبحوك كثيرا. اللهم أصلح الأبناء والبنات، اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين. اللهم علمهم ما ينفعهم وانفعهم بما علمتهم، وسهل أمورهم وأصلح أحوالهم. اللهم اهد شبابنا وشباب المسلمين، اللهم اعصمنا وإياهم من فتن الشبهات والشهوات، اللهم واعصمنا وإياهم من فتن التكفير والإرهاب. اللهم احفظ نساءنا ونساء المسلمين واجعلهن طاهرات عفيفات بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم مهتديات، وبالصحابيات مقتديات. اللهم احفظ المبتعثين والمبتعثات، اللهم احفظ عليهم دينهم ودنياهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رحماك باليتامى والمساكين والفقراء والمحتاجين. اللهم رحماك بالمطلقات والمعلقات. اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رب السماوات السبع وما أضلل،
ورب الأراضين السبع وما أقلت، رب كل شيء ومليكه، إله الأولين والآخرين، اغفر لوالدينا واعف عن والدينا وتجاوز عن والدينا. اللهم من كان من والدينا حيا فأطل عمره وأحسن عمله ومتعه متاع الصالحين، ومن كان من والدينا ميتا رهين قبره اللهم فاغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله وتجاوز عن سيئاته، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله. اللهم وارحم جميع موتى المسلمين، أنزل يا إلهنا على قبورهم شعابيب الرحمات، وارحمنا يا إلهنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا. اللهم آمن فزعنا في القبور، وآمنا يوم العرض والنشور. اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا وثبت على الصراط أقدامنا. اللهم إنا نشهدك ونشهد ملائكتك وجميع خلقك بأنك أنت الله لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. نشهدك يا إلهنا بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. اللهم فجازه خير ما جزيت نبيا عن أمته. اللهم واحشرنا في زمرته برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق السماوات والأراضين ودرج، والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج. يا ملاذنا إذا أغلقت الأبواب، ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب، وحين بيننا وبين الأهل والأصحاب. إلهنا وسيدنا ومولانا وغاية رغبتنا ومنتهى قصدنا، نطرق بابك ونستمطر رحمتك، فلا تردنا خائبين. إلهنا هدأت العيون وهجعت الجفون، وأنت حي قيوم. يا إلهنا ها نحن واقفون في الثلث الأخير من الليل الذي تتنزل فيه سبحانك، فتقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأقبله، هل من سائل فأعطيه. هذه نواصينا الخاطئة بين يديك، وأمورنا لا تخفى عليك. يا حبيب التوابين، يا أمان الخائفين، يا رجاء المنقطعين، يا الله سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، ولا شكرناك حق شكرك، ولا قدرناك حق قدرك. سبحانك إلهنا أطعناك فشكرتنا، وعصيناك فأمهلتنا، وإن رجعنا إليك قبلتنا. نعترف بذنوبنا ونقر بخطايانا. ها نحن عبادك الفقراء المساكين المقرون المعترفون بذنوبنا، ندعوك يا إلهنا دعاء من خضعت لك رقبته وفاضت لك عيناه وذل لك جسمه ورغم لك أنفه. إلهنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا،
وتربص الشيطان بنا. اللهم إنا نشكو إليك ذنوبا أرهقتنا ومعاصٍ أثقلتنا يا سيدنا ويا إلهنا ويا غاية رغبتنا. جئنا ببابك مستغفرين فاغفر لنا، وجئنا ببابك تائبين فاقبلنا، وجئنا ببابك داعين فارحم ضعفنا يا الله. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونستجير بك يا إلهنا من النار وما قرب إليها من قول وعمل. إلهنا هؤلاء عبادك ما أتوا في هذه الساعة المباركة إلا طلبا لمغفرتك ورضاك وعفوك ورحمتك. اللهم لا تخيب رجاءنا ولا تطردنا من رحماتك. اللهم اجعلنا في هذه الليلة الشريفة من عتقائك من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اجعلنا في هذه الليلة الشريفة من عتقائك من النار، ووالدينا وأبنائنا وأحبابنا ومن له حق علينا. اللهم إنك غني عن تعذيبنا ونحن الفقراء إلى رحماتك، فارحم ضعفنا وقبل توبتنا واغسل حوبتنا وتقبل دعاءنا ولا تفرق جمعنا إلا بذنب مغفور. اللهم لا تفرق جمعنا إلا بذنب مغفور وعمل صالح متقبل مبرور. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما اختلفوا فيه، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الملة والدين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم من أرادنا وبلادنا وولاة أمرنا وأهلينا وعلماءنا والمسلمين بسوء اللهم أشغله في نفسه واجعل كيده في نحره. اللهم كن لجنودنا المرابطين في الثغور، اللهم سدد رميهم ووحد صفهم. اللهم كن للمستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم إنا نسألك لهم فرجا عاجلا ونصرا قريبا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم هذه أيدينا لم ترفع لسواك، وهذه جباهنا لم تسجد لغيرك. اللهم إنك قد تفضلت علينا بإدراك رمضان وحرمت غيرنا، وتفضلت علينا بإدراك العشر وحرمت غيرنا، وتفضلت علينا بإدراك آخر رمضان وحرمت غيرنا. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك والنجاة والعتق من نيرانك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن قام ليلة القدر ونال فيها عظيم الثواب والأجر. اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه وأسعدته بطاعتك فاستعد لما أمامه. اللهم لا تجعلنا ممن رغمت أنوفهم في رمضان. اللهم لا تصرفنا إلا وقد قبلت منا،
واستجبت دعاءنا وغفرت ذنوبنا. اللهم لا تصرفنا إلا وقد رضيت عنا. اللهم إن كان في سابق علمك أن تجمعنا في مثل هذا الشهر، اللهم فبارك لنا فيه. وإن قضيت بقطع آجالنا وما يحول بيننا وبينه، اللهم فأوسع الرحمة على ماضينا وأحسن الخلافة على باقينا، واجعل الموعد جناتك جنات النعيم. اللهم أعد رمضان علينا مرات عديدة وكرات مديدة ونحن في صحة وسلام وأمن وإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ما سألناك من خير فأعطنا، وما لم نسألك فابتدئنا. اللهم ما كان من الخير عندك وما لم نسألك، اللهم إنا نسألك إياه. اللهم هذا الجهد وعليك التكلان، وهذا الدعاء ومنك الإجابة. اللهم فاستجب دعاءنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.